إن الالتزام أو التدين ليس فترة موسمية عابرة وليس فترة عمرية عابرة. الالتزام ليس فترة جامعية. الالتزام مش بتاع الناس الفاضية اللي مش لاقي حاجة بتعملها فبتروح تقعد في المسجد أوقات الفراغ بتاعتها في الأجازة الصيفية مثلا، أو لما تكون زهقانة من امتحانات ومش ناوية تذاكر وعايزة حاجة تضيع فيها وقت، فبالمرة بتروح تقضي الوقت ده في جو إيماني. الالتزام مش مرتبط بفترات الاكتئاب والإحباط عشان كأنه مصحة نفسية. الالتزام مش فترات تسكين للنفس عند موت صديق أو مرض أحد الأقرباء بمرض صعب، فبالتالي بيعوز إن هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فبيمر مرحلة التزام معينة. الالتزام مش كل ده فقط. كل هذه الأمور قد تكون البدايات، قد تعطي الإنسان نوع من السخونية والطاقة إنه ينطلق في الطريق، لكن هذا الحماس قد يتبدد سريعا مع مواجهة تفاصيل الحياة. زي اللي بالظبط يدخل الاعتكاف، ربنا يمن عليه بصحبة صالحة وقيام ليل واجتهاد وطاعات، وبعدين يخرج يفاجأ إن الحياة بره مش كده، ويفاجأ إن القرارات اللي خدها إنه هيحافظ على القيام كل يوم وإنه هو هيبتعد عن مواطن الاختلاط والفتن والشهوات، ويفاجأ إن القرارات اللي خدها بسهولة ويسر قرار ذهني، يعني هو خده على المستوى الذهني أو على المستوى النفسي، لما بينزل بيه على أرض الواقع بيحصل اصطدام بين المتخيل ذهنيا وبين الواقع، بيحصل صدمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. في تمني وفي لقاء. هو كان بيتمنى الموت قبل أن يلقاه، قبل أن يراه رأي العين، فلما رأى الموت رأي العين فوجئ بحقيقة الموت، فوجئ بحقيقة الجهاد، وإن الشهادة ليست سهلة. فكتير مننا في فترات الطاعة ومواسم الطاعات والجو الإيماني بياخد قرارات ذهنية ونفسية، هو لا يكون كاذبا. يعني الشباب المتحمس من الصحابة الذي لم يقدر له حضور غزوة بدر وكان رأيه في غزوة أحد إن هم يخرجوا للجهاد وللقتال، دول ما كانوش كذابين. يعني أحيانا الشخص بيتمنى حفظ القرآن أو بيتمنى طلب العلم أو بيتمنى أي جهد ديني معين أو بياخد قرار داخلي بالبعد عن مواطن المعصية اللي كان بيروحها. هو هنا مش كذاب، هو هنا لا يستطيع بس أنه يفرق بين طبيعة الأمنيات وأنها سهلة وطبيعة الواقع وأن الواقع دايما صعب، وأن النزول من الأمنيات للواقع محتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني إن أنا أدي درس دلوقتي عن فضائل حفظ القرآن، عن أهمية حفظ القرآن، وكيف أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل يوم القيامة ويرفع، وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وأقول لكم مجموعة آيات وأحاديث عن أهمية الارتباط بالقرآن. فأنت ممكن في اللحظة الحالية الآنية تاخد قرار إنك تحفظ قرآن، وبالفعل تبدأ تخرج تدور على حد يحفظك قرآن وتبدأ ترتبط معاه بموعد وتبدأ أول ربعين 3 في المصحف تحفظهم بحماس، وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ إن الاستمرار صعب. إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن لازم مصابرة، لازم عشان تستمر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالعلماء بيقولوا لا، الواو دي بيسموها على النصب هنا يعني مفتوحة واو المعية. يعني واو المعية يعني لازم عشان تنجح لازم حاجتين مع بعض، مجاهدة مع صبر ومصابرة ويعلم الصابرين. يعني قرار الجهاد الأول مش كافي، يعني القرار الأول بيكون صعب بس مع نوع من التسخين ممكن تاخده. المشكلة في الاستمرار على هذا القرار، دي اللي بتبقى عايزة، دي صعبة. ده اللي احنا بنواجهه بعد مواسم الطاعات، إن مواسم الطاعات بيكون فيها تيسير للطاعة لأسباب كتير، منها الصحبة والجو الإيماني العام. بعد ذلك بتفاجأ إنك أنت محتاج قدر كبير من الذاتية. غياب هذه الذاتية هتخليك في الآخر هتقول إيه؟ طب وأنا أعمل إيه؟ أنتوا زي ما اتكلمنا قبل كده ارسموا لي طريق مفصل وأنا أجي لكم، أنا قاعد أهو، أو أجي لكم الأجازة الجاية. الدين مش اللي قاعدين، الناس اللي قاعدة فاضية ما وراهاش حاجة. الالتزام ده عبارة عن إن اشتعل بداخلك فتيل معين
هذا الفتيل طالما كان متقد ومضيء بيدفعك دفعا للارتقاء في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الفتيل طالما كان متقدا وطالما كان مشتعلا، هذا الفتيل بيجعلك تبحث عن مرضاة الله، بيجعلك تبحث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفتيل المشتعل بداخلك بيجعلك فرد من أفراد الأمة تحمل شيئا من همومها. فهذا الفرد، هذا الفتيل طول أنه مشتعل، طالما أنه كان مشتعلا بيدفعك دفعا أنك بتتساءل طب أعمل إيه؟ طب غير الشخص اللي قضية التساؤلات عن الدين بتخفت فبينطفئ من الداخل، ما عادش في حاجة بتدفعه. الفتيل ده لما يكون مشتعل تخاف انك تشتغل شغلانه تطلع حرام، تخاف تسأل الاول عن الصحبه، تخاف انك تصاحب اي حد، تخاف قبل ما تسمع لاي حد. هذا الفتيل بيدفعك دفعا انك انت عايز ترتقي، مش انا راضي خلاص وصليت ركعتين، لا، هذا الفتيل المشتعل بداخلك هو ده المعنى الحقيقي للالتزام. ان الدار الاخره بتكون عندك مركز من مراكز حياتك، تكون محور كبير بتشغل حيز كبير من تفكيرك. في ناس الدين بالنسبه لها رمضان، 10 ذي الحجه، عمره ربيع، الاستعداد في شعبان لرمضان، بعد كده يعيد دوره حياته، وما بينها حياته عاديه، يعني حياته مش شاغل باله بالارتقاء، ورمضان ورا رمضان بيعدي عليه هو نفس المستوى، يعني هو رافض يرتقي. لا، هنا في نقله محتاج تاخدها. فالدين مش مجرد مواسم، الالتزام مش موسم يعني بتروح فيه عن نفسك وضغط الحياه الماديه فبتيجي الروح بتصرخ فانت بتديها شويه غذاء وخلاص، لا. فاشعال فتيل الايمان بياخد وقت، ممكن ياخد منك شهر مجاهده في رمضان، لكن بلاش تعرض الايمان اللي بداخلك انه ينطفئ بسهوله، حافظ عليه. لازم يكون بقى الشعله دي متصله بامداد مستمر، يعني محتاجه وقود مستمر. لكن طبيعه بقى الحياه اللي هتقابلك هي مش كلها زي العمره والاعتكاف ورمضان، لا، الحياه صعبه. اتخرج يقول لك لا بقى احنا كنا فاضيين بس ايام الجامعه، دلوقتي احنا ورانا شغل، فبالتالي ما عنديش وقت للي كنت بعمله ايام الجامعه. ايام الجامعه كنت صايع، كنت فاضي. فهو رابط ما بين ان الجهد المبذول للدين في الفراغ فقط. طب ما انت محتاج تعرف ان زي ما انت محتاج تشتغل وتحصل يعني الراتب الشهري او انك انت تحصل مال تنفقه على نفسك من حلال وعلى من تعود، ايضا انت محتاج تحصل معاني الايمان، محتاج تدي وقت لده. بيظهر اثر ده في سلوكك، في معتقداتك، في اختياراتك، في طريقه تربيه ابنائك، في طريقه اختيارك الاول للزوجه، في اختيارك لاعمالك. بيظهر ده في طبيعه حياتك طول ما انت ماشي، بيظهر. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. في ناس بتيجي عند المفارق، هو بيدعي انه بيختار الدين ويجي مفرق يقابله يختار شغلانه حرام، شويه مفرق اللي بعده يختار كذا. طول ما انت ماشي في الطريق هيقابلك مفارق. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قررت اللي انت خدتها او هذا الدين هيقابلك ابتلاءات، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا كعرض الحصير. طول ما انت ماشي هيقابلك مطبات، هتعمل معاه ايه؟